السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا النبي عليه السلام. عملنا بقى النهارده سمك. ده كان سمك مقلي كده، انا جبته من عند الراجل. بصوا ما شاء الله عامل ازاي اهو. وخليته قطعهولي كده، فتحوا سنجاري وقطعهولي كده كده، طريقته تبقى احسن واحلى. عملنا بقى سلطه خضراء، ودول سمكتين كده عملتهم. طبعا رز عملناه. دول السمكتين اللي كانوا من المرة اللي فاتت، كان عندي سمك وفضلوا عندي، استغلتهم وعملتهم كده بثوم وطماطم، وعملتهم زي ما انتم شايفين كده اهو. قعدت استخدامهم تاني، ما رميتش حاجة عشان حرام نرمي النعمة. وهنشوف برضو في الفيديو عملناهم ازاي. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا بقى سمك. انا جبت سمك اللي هو الكبير ده، وخليت الراجل نضفهولي وفتحهولي وقطعهولي كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. بصوا يعني السمكه ما شاء الله كبيره، فقلت له قطعهولي كده، فتحهولي وقطعهولي كده. بيبقى جميل قوي لما بتحمريه في الزيت، بيبقى عامل كده زي السمك الفيليه. بصوا بصوا، مفيش حتى السلسله بتاعت الشوكه، مفيش اهي، بيبقى شايلها. بصوا ده السمك كده انا عادي الدقيقة اهو، لسه بغسله قدامكم اهو. اللي هو المكاريل الاصلي لقيته عامل 250 جنيه. ده اللي هو التونة. ده التونة اهو. ده جبت منه سمكتين اهو، بغسلهم بالدقيق زي ما انتم شايفين، وهغسلهم بالليمون والملح. لسه بغسله اهو. يعني انا جبت سمكتين من دول اهو، ودي ما شاء الله سمكة واحدة كبيرة اهي. خليت الراجل كده قطعها لي ايه قطع زي ما انتم شايفين يعني اهو. وبغسلها اهو قدامك. هنعمل بقى النهارده سمك وهنشوف الطريقه مع بعض. معايا بقى الحاجه اللي هستخدمها بقى للسمك. معايا ليمون، ومعايا حته كده من الفلفل الاحمر، دي حته من الفلفل الحامي دي حاميه، وفلفل اخضر، ودي كزبره كده على بقدونس، وكان في نعناع في السوق. هحط ورقتين كده يدوله ريحه حلوه كده. ممكن لو عندك اللي هو الناشف تحطي بالناشف. ومعايا بقى هنا الاساسي، دي هريسه شطه اهي، وده التوم. ده التوم اللي احنا لسه مفرزينه. ودي حاجه السلطه اهي لسه هغسلها بقى اما اخلص السمك، ونعمل بقى مع بعض التحدية بتاعه السمك. حطيت بقى كل حاجه في الكبه، حطيت لها ملح وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا، وبصوا رشه كده من الكركم اهو. وعصرت عليها بقى الليمون. احط معلقه واحده كده من الخل، مش حابه اضيفيها برضو عادي. هضرب بقى كل ده في الكبه وارجع لكم. ضربت كله في الكبه اهو. حطيت ملح وكمون وكزبره وبابريكا، ورشه من الكركم. حابه بقى تحط اي حاجه شطه، بس انا حاطه شطه حمرا اهي. معايا بصوا عامله ازاي اهي. كده يا جدعان بنقطع بصوا معايا كده، دي فص الثوم كده بمعلقه زيت، ونزلت عليها معلقتين من الصلصه اللي عندك طماطم فريش حطي، وحطيت لها بقى ملح وكمون وكزبره وشويه من البابريكا. بصوا ده سمك اهو. بصوا التلج اللي عليه اهو. ده كان سمك كنت عاملاه المره اللي فاتت، واتفضل سمكتين. طبعا انا ما رميتهمش، انا حطيتهم في كيس زي ما انتم شايفين كده وربطتهم. طيب انا مش هسيبهم، لا، كنت عامله لهم بصوا التلج عليه عامل ازاي اهو، عشان ايه اهو. التلج والله العظيم على التلج اهو. طلعوا من الكيسه قدامكم اهو. وهم عاملاهم كده في الصلصه دي، وهعيد استخدامهم تاني. مش برمي اي حاجه، منرميش النعمه. ربنا يا رب يديمها على الناس كلها. فهستخدمهم كده وهغطيهم بقى واوطي عليهم واسيبهم يتعملوا بالصلصه، يستخدموا جنب الرز. بصوا كده السمكتين انا دهنتهم كده من التتبيله. اول حاجه كده معايا كده خضار مشكل اهو. بشرت كده نص جزرايه على حته قطايه على فلفل، على نص بصلايه صغننه كده،
وعود كده من الخضرة، وشوية كده من الثوم اهو. هحشي بقى كده اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا عملت بس على قد السمكتين اهو، بس اهو. هحط لها بقى زيت وادخلها بقى الفرن ونتبل بقى السمك. بصوا بقى السمك اهو معايا اهو، بقى من التتبيله وهضيف كده عليه واسيبه بقى شويه قبل ما اقليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده ما شاء الله بيبقى عامل زي كده قطع الفيليه لما تيجي تحمريها اهو معاكي اهو، وبيبقى سهل كمان للولاد من الشوك والحاجه اللي بتبقى فيه اهو. والقطعه بتبقى مليانه برضو ومشبعه. هكمل بقى معاكم التتبيله مع نفسي كده، وبعدين ايه نشوف احنا بنقليه مع بعض. بصوا بقى يا جماعه معايا ما شاء الله بيبقبق اهو، وخلاص كده هطفي عليه. بصوا عامل ازاي اهو، واستغلينا السمكتين ومفيش حاجه اترمت ولا هدرنا حاجه، ويبقى حلو قوي مع الولاد كده ياكلوه مع شويه رز ابيض. هنا بقى كوبايه من الميه، خدت منها معلقه من التحديقه حطيتها فيه اهي زي ما انتم شايفين، وحطيت شويه كده من الكركم، وهنزل كده بمعلقتين 3 كده من الدقيق اهو. اتقل الميه دي شويه واقلبها كده. ممكن لو عندك سنه لون الزعفران ممكن تحطيه يعني سنه كده اللي ايه ضفتها مع الكركم. ومعايا هنا بقى الدقيق اهو، حطيت عليه معلقتين من النشا، دي كوبايه دقيق عليها معلقتين من النشا، وحطيت لها رشه كده من الملح ورشه من الكمون ورشه من الكزبره. وادي السمك اهو متبل معايا اهو ما شاء الله اهو. هنبدا بقى ايه نقلي بقى. بصوا بقى اول حاجه باخد قطعه كده من السمك بحطها في الدقيق كده اهي، وبعدين بنزل كده عليها بالميه اللي احنا عاملينها كده اهي وعلى الزيت اهو. بصوا بقى كده بيتحمر معايا اهو، قلبت على الوش التاني وشايفين الزيت معايا. والله مكان البطاطس بقلي فيها اهو، بس انا ايه فضيته من الطاسه الصغيره حطيته في الطاسه الكبيره دي اهي. بصوا الزيت مش متعكر ازاي كتير ولا فيه دقيق ولا فيه اي حاجه. وهقلبه على الجنب التاني يتحمر واخرجه. بصوا السمك اهو طالع معايا ما شاء الله عامل ازاي اهو. بصوا اهو عامل ازاي جميل. الرز اهو عملته على النار اهو، ده رز ابيض